التي تتكون من 5 أفراد اضطرت إلى السكن في مراحيض عمومية كان يحرسها الأب المصاب بأمراض عدة أقعدته عن العمل. اللافت في الأمر أيضا أن السلطات الإدارية اعتمدت المرحاض عنوانا رسميا للعائلة في وثائقها. مأساة أسرة اضطرت إلى السكن في مرحاض عمومي. في هذا المكان يعيش الأب وزوجته و3 من الأبناء، أصغرهم ولد هنا في غرفة كانت من قبل مرحاضة. تقول الأسرة إنها تسكن هنا منذ 7 سنوات. قبلها كانت تملك بيتا حقيقيا مثل الآخرين، لكن مرض الأب واختطاف البنت أحال حياة الأسرة إلى مأساة. المراحيض كنت كنحرص عليهم هذه 23 عام بإذن من الناس اللي محبسين هذه البلاصه. وواحد النهار تسرقات لي البنت ديالي صغيره، وجان بحال حماقيت ومرضت بمرض السكر وما لقيتش فاش نخلص كرالح لي حوايجي واشتكت صب عمرو لي قابل الغيص. ما لقيت حتى شي دار، عييت ما لقيت عندي من ندخل، ما بنت لي راد المرحاض. 7 سنين جعلت أهل المكان يلقبون بسكان المراحيض، وحتى السلطات الإدارية تعترف بالتسمية، فهي التي أصدرت بطاقات هوية تحمل هذا العنوان: مراحيض سيدي حجي. ليست بطاقة الهوية فقط، كل وثائق الأب تحمل العنوان ذاته، وهي وثائق تتراوح بين شهادات الإعاقة وشهادات طبية تؤكد الإصابة بأمراض مختلفة. المكان قطعت عنه المياه، والأب يشتكي أن ذلك حول البيت إلى مرتع للأوساخ، وجعل مستعملي هذه المراحيض يرغبون عنها. المطبخ بدوره ليس إلا مرحاضا سابقا رصت فيه أواني الأسرة القليلة، والأم التي تعد طعام العشاء للأولاد لا تجد غير ما جلبه الزوج مما فضل عن سوق الخضر. مأساتها صغيرها، تقول إنها لا تكاد تنام الليل، تخشى على رضيعها من الجرذان التي تتقاسم معها سكنها. ما تنعش دا، عندي ولدي باقي صغير، ولدت هنايا نفيسه وكليت العصانه وهرب لي حتى الحليب، ما تلقاش اخويا باش نشري حتى الحليب ولدي. في انتظار طعام العشاء يراجع الصغار دروسهم، وكتبهم مليئة بصور أطفال لا يسكنون المراحيض، كما هو الحال بالنسبة لزملائهم في المدرسة. أسرة تسكن في مرحاض، والمرحاض غدا عنوانا معتمدا في الوثائق الرسمية. والسؤال: كيف للسلطات الإدارية أن تعترف بالمرحاض سكنا للبعض؟ أحلام سكان المكان لا تتجاوز بيتا صغيرا يمكن للأطفال فيه أن يناموا دون خوف من الجرذان ودون خجل من زملائهم إذا ما سألهم المعلم عن عنوانهم. محمد البقالي، الجزيرة، سلا، جوار الرباط.